مساء الخير مشاهدينا مشاهدي بيت العز في شهر رمضان الكريم، كل عام وحضراتكم بخير. يعني معاكم طوال شهر رمضان بفقراتنا المتنوعة وأكلاتنا الحلوة، وأهلا بيكم معانا. تعالوا نعرف من الشيف سماح أحمد أكلاتنا إيه، لكن بفكركم الأول بفقرتنا الثانية اللي هتكون عن تصميم ملابس وعبايات خاصة بالشهر الكريم مع مصممة الملابس الأستاذة آية الحداد، هتكون موجودة معانا في الفقرة الثانية إن شاء الله. أهلا بالشيف سماح أحمد، منورانا. كل سنة وأنت طيبة يا طيب يا حبيبتي. حبيبتي، رمضان كريم. أخبار رمضان إيه معاكي؟ الحمد لله. الحمد لله. طبعا سألتي بقى صايمة ولا زي كل سنة ان شاء 50 الله مرة، مش كده؟ صايمين. الحمد لله. كل سنة وأنت طيبة. طيب يا حبيبتي، هتعملي أكلات إيه النهاردة؟ ان شاء الله نعمل صينيه العزومات او صينيه المشاوي اللي هي بتتعمل في المطاعم، بس بطريقه كده في البيت ان شاء الله. الله، طيب حلو قوي. اللي احنا هي بتبقى نفسنا رز كلنا نعملها. بسمتي وعليها كفته وعليها فراخ مشويه او مندي وفراخ اه، مشويه برضو وسجق. الله ان شاء حلو الله جدا. بطريقه سهله كده على البوتاجاز اه وفي الفرن ان شاء الله. طيب مع تمام. عصير ومانجا وكنافه بالمانجا ان شاء الله. عصير وكنافة بالمانجا. ان عصير شاء إيه؟ الله عصير برتقال بالجزر اه. يعني. تشتغل. لا لسه هنبدأ شوية. هو اه عصير برتقال بالبلح. طب تمام. كل سنة وانت طيبة. طيب يا حبيبتي، هناخد صحة فاصل وسلامة. سريع مع كل مشاهدينا ونرجع نبدأ بقى أكلاتنا معاكم النهاردة. في شهر رمضان كريم، كل عام وحضراتكم بخير. مع بيت العز أكلاتنا الحلوة النهاردة مع الشيف الجميلة سماح، وانتظروا تاني فقرتنا التانية هتكون عن تصميم ملابس رمضانية وعبايات مع مصممة الأزياء آية الحداد. شيف سماح، هنبدأ بقى أكلاتنا. يلا. الله، النهاردة كله جريلو يلا. جريلو سماح. يلا. اه. هنبدأ الأول بالعصير. احنا عصرنا العصير بالعصارة سواء اه بقى يد أو كهرباء. وبعدين ضفت عليها جزر مسلوق وضربته في الخلاط وحطيت سكر. ده العصير. بس وهنعمله بقى بالبلح ده الجديد. يعني احنا استني مم. عصير بالبلح، اه. جزر بالبرتقال بالبلح. برتقان بالبلح. انا قلت خلاص كده. وهنعمل كاس ونكمل. الله. كده عصيرنا ده اللي قبل الفطر إن شاء الله. تمام. تمام. حلو قوي. وناكل بقى البلح. اه. الله، ده نسيبه يبقى قد ايه قبل وجبة الفطور. عشان البلح يدوب، ولا انت عامله بلح طري؟ لا، انا عاملاها بطري، بس ممكن برضو تعمليه قبل الفطار بشويه. تمام، حلو عبال قوي. بقى ايه ما تعملي ده فطارك كده تركايه وتكمل. شيف سماح دي، اه. صح؟ مش كده؟ جديد. ده جديد برضه. انتوا كنتوا حطوا البلح في كل حاجه في رمضان، في كل اه، حاجه. بس العصير الفريش بقى عشان يعني احنا امم برضو. اه. والجزر والبرتقال ده مفيد جدا، طبعا. بما ان الجزر موجود والبرتقال موجود. والبرتقال ومع البلح وفوائد البلح اه في البيت حلو قوي. قبل الفطار. شيف سماح، اول مره بتطلعي معانا في اه. البرنامج صح؟ اه. منورانا اول مره يا رب عموما يخليك. تظهري البرنامج. لا، طلعت قبل كده. اه اهلا بيكي، منورانا دايما. يا رب يخليك. طيب نجهز ده بقى كده جنبنا. ماشي. ونسيبه في الاخر. اما ده نحطه هنكمل هناك. بقى. اه ماشي. تمام. هنعمل ايه بقى الصنف اللي جاي ده؟ هنبدأ بالرز. تمام. لا، انا مش عارفه دي شغاله. الرز البسمتي. العين شغاله اه كله شغال. ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين مشاهدينا. دايما رمضان كده في مصر له نكهه معينه. حلو كده طبعا. تمام. اه عاوزه ممكن نحط هنا ممكن. رمضان في مصر حاجة تانية زي ما بيقولوا. طبعا. حاجات كتير بنعملها، وحاجات كتير الأسرة بتستعد بيها. وطبعا يعني وبيستعدوا للعزايم بقى. اه الصينيه دي تنفع برضو في العزايم. مم. تنفع برضو يبقى فيها افكار اللي هي وجبات الخير او وجبات الاطعام. مم. الرز البسمتي مع الكفته الإطعام. او اه مع الفراخ، يعني هتشوفي دلوقتي هيطلع منها الحاجات دي ان شاء الله. طيب تمام معاكي. الزيت بس يسخن. هنحط البهارات المشكله بتاعتنا. هنحط عود قرفه والحبهان ورق اللوري مم. والليمون اللومي. هنحط بقى كركم. التوابل الأساسية كده الرز ده الرز البسمتي. البسمتي العادي خالص، احنا مش هنضيف له اي اضافات. تمام. تمام. ان هو يتأثر بس معانا، لا هنحط بصل ولا جزر ولا اي حاجه. مم. تمام. ليه مش هنحط لا بصل ولا جزر؟ لا، يبقى خفيف كده بقى مع الوجبه، يعني اللي عايز بقى يدسمه بقى ويحط جزر وبصل يحط. برضه البصل والجزر كده مع الرز اه. البسمتي بيخليه لطيف. طبعا. نحط بهارات كبسه. مم. كده الزيت شغال معانا اهو تمام. عشان الوقت. مش بنوصيكوا بقى كده في كل حلقة بالاقتصاد، طبعا. ترشيد الاستهلاك،
نحاول ما يكونش في يعني فائض كبير كده في الطعام. يعني نحاول طبعا بقدر الامكان. الاسره الصغيره برضو تمشي على قدها ايوه. طبعا، لان الظروف الاقتصاديه. ورمضان ربنا مش يعين الناس بس كلها. للاكل، رمضان والعباده. شهر جميل، عبادات، تجمع اسري، صله رحم، حاجات حلوه كتير المفروض نعملها بجانب الطعام. تمام. هنضيف الميه بقى. الميه قولي لي قد ايه بالنسبه للرز على البسمتي؟ الكوبايه بنحط كوبايتين، يعني مج الرز بنحط عليه مجتين. كوب وكوب. المقادير اهي كمان اللي حابب يسجلها او يصورها. طبعا. كوب وكوب. تمام. الميه دي تمام كده. تمام. ننزل الازازه تحت بعد اذنك. ماشي. ما ينفعش بتاع الكب. المهم. تمام كده. تمام. نسيبه بقى ايه. قولي لي بقى الشيف سماح، قولي لي بداتي بقى مطبخ ازاي؟ والله مين يعني اكتشفك، اكتشفتي نفسك؟ لا احكي في لي. البيت يعني كده. طبعا احنا انت فاهمه البنات بيخشوا المطبخ من صغرهم. بس مش كلهم بيكونوا شاطرين، انت بقى كنتي شاطره ربنا من صغرك؟ لا يعني على قد. طيب يعني ايه اللي خلاكي تختاري انك تكوني شيف؟ والله انا عملت قناه على اليوتيوب اسمها ملكه في المطبخ، وهي لا قبلها بقى، واحكي لي ايه قبلها في كنت شاطره البيت ازاي؟ بقى، وانا زوجه اصلا بخش المطبخ وانا اللي بعمل حاجتي بايدي وكده. تمام. لكن مش كل اللي بيعمل حاجته بايده يعني بيبقى شاطر. يا رب يخليك. يعني انت ازاي، مين قالك انك شاطره؟ اكلات معينه ايه اللي لقوكي فيها كويسه؟ الحمد لله والله، اللي بيدق مثلا من ايدي حاجه يعني الحمد لله بيشكر فيها. الحمد لله. اكلات ايه طيب؟ يعني في ناس تحب الباميه من ايدي، ناس تحب السبانخ كده. والله السبانخ، يا لسه في حد بيعمل سبانخ؟ ازاي؟ ما احنا بنقول بقى الاكلات دي ما. ايوه يا ريت. الجيل الجديد اولادنا مش كلهم بيحبوا السبانخ. لا يعني كويس ان هم بيحبوا الباميه. ازاي؟ لازم الاكلات دي تتعمل برضو، العيال شغاله. كله شغال. تمام. انا هنحط السجق في المره الكبيره شغاله. هنبدا بقى في الجريل مش كده؟ بصوا السجق ما فيهوش اي حاجه، احنا ايه. ده السجق تمام. بلد الحمد لله. من غير اي ماده دهنيه كده. هو هينزل الدهون بتاعته. تمام. ما بحطلوش اي دهون بقى عشان هو هينزل الدهون بتاعته دلوقتي. تمام. وعبال بقى ما الرز يتعمل والسجق كده ايه يشوح معانا. هنحاول بقى نبهر الفراخ واللحم. نعمل لهم التتبيله بتاعتهم. تمام. احنا معانا المهم هي بصلايه، بصلايه وفصين توم، وحطيت قرن فلفل، وحطيت ايه وضربتهم في الخلاط. حطينا هنحط نعلي بقى صوتنا شويه كده وخليكي معايا كده، ايه حسسيني ان انت بتكلميني. بصل وايه تاني؟ بصل وطماطم وفلفل. وضربتهم فلفل اخضر ولا فلفل؟ فلفل اخضر. عايزه تحطي فلفل حراق ماشي. طماطم وفلفل ماشي. وضربناهم مع بعض في الخلاط. هنحط لهم بقى ملح. تمام. تمام. وايه كمان؟ ونحط فلفل اسود. ونبهرهم كده. تمام. وايه كمان؟ وهنحط خل. والخل يبقى ملح وفلفل اسود وخل مع البصل والطماطم والفلفل في الخلاط. ضربناهم احنا كده بنبهرهم بقى. هنحط ايه ليمون. دي تتبيله كل حاجه. هناخد بالميه نعمل بيها حاجه دلوقتي، والتفل البصل والثوم والفلفل هنحطه للكفته. تمام. يعني هنستغل ايه كل حاجه. كل حاجه. بحب كده قوي، بحب نستغل كل حاجه. ايوه. لا ما فيش حاجه تترمي، كل حاجه تتعمل بيها. يعني لو مش هتعملي بيها دلوقتي، يعني لو اسره صغيره ومش هتعمل بحاجه تعينها تستغلها وقت تاني. مفيش حاجه تترمي خساره. كل حاجه دلوقتي بقت ربنا يعين الناس كلها يعني. هنصفيها. بنصفيها بقى عشان نفصل الميه عن عشان هنستخدم ده وده. ايوه. بقى قلنا بصل وطماطم وقرن فلفل.
هنحتاج نقلب السجق ولا حاجه؟ لا ما تخافيش، تمام. ما تخافيش. مم. بانت المقادير اهي، بصل وطماطم وقرن فلفل. احنا سايبين السجق كده. والرز برضو بيستوي. دي كلها المشويات، احنا كده خلصنا الرز، دي كلها المشويات بقى بنبدأ. هنتبل بس اللحمه وبعدين نتبل الفراخ بقى عشان ندخلها الفرن. تمام. تمام. يعني احنا كده بنجهز كل المشويات مع بعض. وكل حاجه نستغلها. تمام. مفيش حاجه تترمي. احنا هنعمل حاجه في الفرن؟ الفراخ بس. الفراخ. تمام. نحط الطاسه بقى هنا. تمام كده. قولي لي بقى، يعني بنحتاج مثلا تكون في التتبيله دي مده قد ايه؟ انا شايفه ان احنا بنجهز كده على طول من غير ما ناخد وقت. ما عشان وقت البرنامج بس يعني. لكن في العادي بقى ممكن نسيبها في العادي قد إيه؟ بقى لو شويه مثلا اللحمه زي كده تقعد نص ساعه مثلا. يلا عاوزين نجهز اكتر حاجه ممكنه علشان في معانا فقرتنا الثانيه اللي بفكركم بيها مشاهدينا، هتكون مع مصممه الملابس الاستاذه آية الحداد. هتكون معانا فقرتنا الثانيه ان شاء الله، نعمل بقى فقره خاصه كده عن العبايات وملابس شهر رمضان. كل عام وحضراتكم بخير. تمام. حطينا كده من غير الميه صح؟ البصل التفل بس. التفل بس. تفل البصل والطماطم والفلفل. طب تمام. يعني هي المفروض بصلايه مبشوره، لو هنعمل الكفته لوحدها تحط بصل مبشور بس. احنا دلوقتي مستغلين التفل بقى عشان ايه؟ واخدين الميه دي للتتبيل. يعني هنزود على الميه ديت، هناخد منها ونحط زبادي ونبهر ايه؟ تمام. الفراخ. بتدوري على حاجه عاوزاها؟ الصينيه دي. ايه؟ الصينيه. طيب خلاص، احنا هناخد فاصل سريع مع كل مشاهدينا مع برنامجنا بيت العز والشيف الجميله سماح، ونرجع لكم مره ثانيه. بيت العز مع الشيف الجميله سماح. منورانا مره ثانيه يا سماح. لا نورك يلا حبيبتي، بنعمل ايه بقى؟ السجق بس كده من غير اي ماده دهنيه؟ اي حاجه. هو بص السوا معانا. انا شفت كده ما حطيتيش اي حاجه، لا توابل ولا الجزار بصل. بيبقى فيه، يعني لو انت جايباه من حد مش حاطط له هو بيبقى حاطط له كل حاجه، وبيبقى حامي وفلفل وفيه بهارات السجق وكل حاجه. تمام. فما بيبقاش محتاج ان انت تحطي له اي حاجه. لو عايزه تظبطي له بس سنه ملح ماشي. مش مشكله. تمام كده. كده بقى حلو قوي. هنرجع بقى للكفته. الكفته طبعا احنا بهرناها وحطينا التفل البصل والطماطم والفلفل وبهرناه من غير ميه. والميه ايه السبب هنا بقى ما بنحطش؟ يعني لازم نصفيه كويس قوي من الميه ليه؟ طبعا عشان ما تفكش مننا. ما تفكش. تمام. ما تفكش. طيب. هنحط بقى الماده الدهنيه سواء زيت او سمنه. تمام. ونعمل بقى الكفته. نصبحها كلها ولا شويه ونشوف الباقي؟ يعني الصينيه. تمام. الصينيه. هنحطها في الفرن بقى يعني بعد. ممكن على هنا. مقادير على الهواء اهي، اللي حابب يسجلها او يصورها. تمام. تمام كده. تمام. المشويات بتكون سهله كده وسريعه برضو في نفس الوقت. يعني بنعمل اكلات المطاعم بطريقه في البيت. ده الغرض من الصنعه. ان طبعا في برضو الصواني دي عشان الناس بتجيبها من المطاعم بتبقى التكلفه عاليه. طبعا. يعني وحسب حجمها اي نعم، بس برضو بتبقى التكلفه عاليه. تمام. كده بقى هنصبع اللحمه ونحطها على العين. تمام كده. تمام. حلو قوي، تسلم ايديك. تسلمي يا حبيبتي. وشوفوا يعني اكله تعتبر كبيره وعزايم وكده، لكن مش هتاخد وقت كتير، يعني يا دوب وقت البرنامج. ايوه ده الغرض بقى، ان انت تعمليها بطريقه سهله وسريعه، وبرده مقاديرها تبقى يعني في امكان كل حد، يعني اللي ما يقدرش يشتريها من المحل يعرف يعملها في البيت. تمام. تحاول المقادير زي ما قلت لكم بقى محتاجين ان احنا نرشد الاستهلاك شويه، نقلل الكميات، يعني تكون كده ربنا يبارك طبعا، علشان برضو زياده الاسعار وكده تقدر كل اسره انها يعني في شهر رمضان كله تقدر انها تاكل كل حاجه، لكن بكميات معقوله يا جماعه. طبعا.
تمام. خلاص اخر واحد كبرتهم عشان نعمل بسرعه. تمام. احنا كده السجق قرب خلاص، مش كده بياخدش وقت صح؟ لا خلاص كده. اه شباب خد لون. لا خليك عشان تهضمه. ونزل دهون كتير جدا. من غير اي ماده دهنيه بينزل أوي. دهونه اصلا. وده بقى صحي يعني. ينزل الدهون. ايوه عشان عاوزين صحتنا برضو حتى. ناخد بالنا كمان، بالصح. يعني اصحاب امراض الضغط والسكر ربنا يشفيهم يا رب. يا رب. ياخدوا بالهم برضو من الحاجات دي كلها، الدهون والسكريات والحاجات دي في شهر رمضان. نتمنى ده. احنا سايبينها كده هتبقى على النار ها؟ من غير اي حاجه. هنسيبها بقى هي هتستوي. تمام. هنا بقى في ميه البصل دي انا خدت حبه منهم. وهنضيف عليها زبادي. زبادي على ميه البصل والفلفل والايه طماطم صح؟ انا حاطين طماطم بسيط مش كده؟ طماطميه صغيره. هي طماطميه وبصلايه وقرن فلفل وضربناهم في الخلاط بحبه ميه. ده الاساسي بتاع التتبيله. حبه ميه صغيرين. بصلايه وطماطميه وقرن فلفل ضربناهم بالميه وبعدين تبلناهم بميه بليمون وخل وملح وفلفل والبهارات المشكله لو موجوده. وبعدين خدنا التفل للكفته وخدنا الميه بقى ايه او بعض منها. مش كلها. حبه منها همت على علبه زبادي وهنبهرهم برضو للفراخ بقى. تمام. الفرخه بتاعتنا هنشويها برضو، هنشويها في البيت كده بطريقه ايه؟ بطريقه سهله. ندخلها والله يا شيف سماح سهلت لنا كل حاجه في الحقيقه. يا رب يخليك. تمام. فبرضو بنحط بقى الفلفل الاسمر. احنا لسه ما حطيناش التوابل؟ لا. طيب هنحطهم في الاول بس برضو هنظبطها عشان الفراخ بقى. تمام. المفروض بنسيب التتبيله دي مع الفراخ وقت قد ايه؟ لا الفراخ بقى المفروض تتبل على الاقل ساعتين. يا اما في برضو يقول لك بيتها في التتبيله لو حجمها كبير. يعني انا مقطعاها ومفتحاها، انا مقطعاها من عند الصدر وفاتحه الصدر. تمام. عشان التتبيله تخش فيها. تمام. هنحط بقى برضو كركم. بهارات فراخ. ممكن نيجي نجهز هنا عندي عشان نشوف كويس. هجيلك وكاري. يلا هجيلك حاضر. وحبه زيت. والخل. هقولها تاني. او يعني خلي الصينيه ارفعيها شويه كده عشان نعرف نشوفها كويس. تمام كده. ايوه انت كده قطعاها كلها فتحاها. هتبلها واحط شبكه دلوقتي. طب يلا شبكه كمان. هندخلها الفرن. طيب نشوف موضوع الشبكه ده. هندخلها الفرن يعني ما تخافيش. تمام. ما تخافيش. قولي لي بقى شيف سماح، انت اشطر حاجه بقى فيها ايه؟ شاطره في ايه اكتر حاجه؟ الاكلات الاول المقادير اهي، اللي حابب يسجلها او يصورها. كده هنحط الليمون اللي حابب يسجلها او يصورها. تمام. نحط ليمون برضو على التتبيله. ايه مقادير الفراخ؟ اخدنا مقادير الفراخ. قولي لي اشطر حاجه بقى فيها ايه يا شيف سماح؟ يعني طبيخ. كله طبيخ. اوكي. ليه؟ العيال. بتطبخي العيال يا سماح؟ طبعا طبعا. لا قولي لي اشطر حاجه فيها ايه؟ انت شاطره في ايه اكتر حاجه؟ يعني مثلا لو قلت لك مثلا اكلينا بقى غير المشويات بتاعت النهارده. ايه بقى؟ المحشي، المكرونات. طبعا اكلاتنا بقى المصريه والكوارع والفته والحاجات الحلوه دي. احنا بنعمل صينيه كوارع بالمكرونه. شوفي بقى بسالك اهو. ايه كوارع بالمكرونه دي؟ طب هقول لك حاجه، هي يعني والدتي اللي بتعملها، انا متعلماها منها. كوارع بالمكرونه؟ شفتي انت استغربتي ازاي؟ جدا. كله بياكل الكوارع بفته مسلوق. لا ايه بالمكرونه دي؟ ما شاء الله بعملها بقى، متعلمها من والدتي. بعد ما نسلقها بنعملها في المكرونه. من الغربيه. والله احسن ناس. ايه ده؟ احنا نستضيفك بقى في عيد الاضحى. ماشي. ايه ده؟ كوارع بالمكرونه؟ ايه ده؟ والله وبنعمل ممبار وبنعمل كل حاجه. بوم 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 بوم. بوم طب بوم. قولي لي ايه كوارع بالمكرونه دي؟ والله بعد ما تتسلق وتدخلها الفرن. ثانيه واحده. تسلقوا الكوارع. تمام. تسلقوا الكوارع وبتحبشها بقى وبعد تنظيفها وكل حاجه. تمام. تعملي صلصه المكرونه. وتجيبي الصينيه زي كده بقى وتحطي الصلصه والمكرونه وتغرسي فيها ايه الكوارع وتدخليها الفرن بقى. تحفه. لا محتاجه تاني موضوع. يعني بصي احنا عملنا الكوارع وسويناها وسلقناها وبقت كمان تمام. المكرونه بقى ازاي؟ تعملي صلصه المكرونه. صلصه عاديه وتختمي فيها المكرونه. يعني المكرونه بسلقها؟ لا المكرونه ناشفه. تمام. بس ندخلها الفرن ونحط فيها الكوارع مستويه. تاخد وش بقى مع المكرونه والمكرونه بتستوي كده بتبقى تحفه.
الله. بشوربه بقى الكوارع بتلاقي المكرونه دي حاجه تانية. ايه ده؟ والكوارع نفسها بتبقى لها طعم حلو في الصلصه مع ثانية المكرونه، بتبقى ناشفه كده واخده وش بقى، غير لا المسلوقه بصي، بقى والفته والحاجات دي. مش بنزود ميه للمكرونه؟ انتوا بتحط شوربه صلصه الكوارع، المكرونه؟ حط شوربه الكوارع. شوربه الكوارع بقى، اه يعني الكوارع بشوربتها. اه. الله، مخليه ولا مش مخليه؟ سوى المكرونه كده. مخليه. عايزه تخليها خليها، بس احنا بنعملها بعضمها. اه هوبر يعني. دي جديده دي، امال ايه؟ جديده خالص. كده احنا عملنا التتبيله بقى، ميه البصل مع ميه الطماطم مع ميه الفلفل اللي الفلفلاية، عملناها، وتبلناها بخل وليمون وحطينا زيت وخل، مم. البهارات وملح وفلفل وبهارات فراخ، وحطيت كاري والزبادي. والزبادي، تمام. الفرخه بقى معانا حوالي كيلو ونص اهيت، لو كبيره برضو تتقطع وتتفتح برضو بالسكينه، يعني انا فاتحه كمان الصدر كده عشان التتبيله تخش فيه، وفاتحه من عند المفاصل وكل حاجه. طب تمام. يلا. هنتبلها بقى من على الجنبين. الكوارع المكرونه دي المفروض تتكتب باسمك يا باسم سماح. والدتي بقى. باسم والدتك؟ اه. ماشي، الست ام سماح. صراحه صراحه انا متعلماها منها صراحه. ها، وتدخل بقى الفرن الكوارع بالمكرونه دي. تحفه. احلى بقى اما بتتاكل مسلوقه او بتدخليها لوحدها في المكرونه، بصراحه بتبقى دي جميله. جديده قوي. ايه يا جماعه الموضوع ده؟ نعمل استفتاء، ده محتاجه لها انت تجيبيني في العيد. الاستفتاء. انت تجيبيني على طول في العيد. ايوه، نشوف بقى حركه انت واخده بالك في العيد على طول. نشوف بقى. حنان، وانت بتشوفينا كده سمعتي المكرونه بالكوارع اول مره تسمعيها اكيد. نيجي في العيد الكبير على طول كلنا نسمعها. شوفي كل الاستوديو. ما اقول انا بالنسبه لي انا عارفه، انا عندي قناه على اليوتيوب. طب قناه يلا. طبخ. انا عاوزاكي بس نعمل واحنا بنتكلم. ماشي. انا كده خلصت حنان، طب الفراخ. هتجربي؟ حنان تفكري تجربي المغامره الغريبه دي؟ كده خلصت الفراخ. تمام. هتجربها في عيد الاضحى. هنستنى عيد الاضحى. لا، كده بقى هنجربها على هندخلها طول. الفرن. تمام. كده على حطيتي شبكه. برضو جديده موضوع الشبكه دي. وهندخلها الفرن بقى وخلاص. ساعات في ناس بقى بتحط بطاطس تحت الشبكه، صح يا سماح؟ طبعا. بس لو بتعملي فراخ لوحدها. أيوة. مش مع الصينيه اللي احنا بنعملها. ايوه. كل حاجه مش لها كل حاجه. مشويات. ايوه تمام. واخده بالك. الطمع بقى، الطمع نقول برضو بالمره. طبع الحريم. بطاطستين كده تحت. طبع الحريم. اه. ماشي كده. زي في ناس كده اعرفهم يعني يجوا يطبخوا طبخه تطلع حاجه تانية وشغال برضو ياكلوها وينبسطوا. كده الرز استوى معانا اهو. تمام. فاضل لنا ايه تاني؟ والسجق. كده خلاص جهزنا كله. كده احنا يعتبر ايه بنشطب. طيب تمام. احنا منتظرين بقى الفرخه تطلع، الرز يستوي، الحاجات دي كلها. هناخد بقى فاصل مع كل مشاهدينا، وبعده نستقبل مصممه الملابس الاستاذه ايه الحداد. لكن انت قلتي في كنافه بالمانجا؟ ايوه. قالوا لي طب ايه هنجهزها امتى؟ هنجهزها ولا نعمل ايه؟ يلا قولي لنا الاول. استنى خد اللحمه الاول. واللحمه دي لحمه مسلوق. دي فيها تركه برضه هتعجبك. طب قولي. دي لحمه مسلوق. هنحولها لمشويه. ازاي؟ ازاي؟ الساحر بقى، الساحر سماح. لحمه مسلوقه هنحولها لمشويه يعني. يلا. حبه زيت. زيت كمان. تمام. ومعانا بقى بهاريز السجق. وهنحمرها. تمام. هتقولي هتحمريها؟ لا، ما احنا هنديها بس اللون. تمام. صدمه، هنديها صدمه. وبعد ما تتحمر. المقادير ايه على ولا حد يسجلها او يصورها؟ وبعد ما تتحمر برضو بميه البصل والطماطم والحاجات دي هندي لها تتبيله، هتدينا زي المشويه، وبعد كده نعمل لها فحمايه. تبقى مشويه على طول. طب ايه التتبيله اللي زي المشويه دي؟ ميه البصل والطماطم والفلفل. الشويه اللي احنا شلناهم اللي احنا عناهم من شويه اللي عناهم من الفراخ. انا مركزه معاكي. بس. تمام. معانا شويه ميه البصل. احنا الاول خليناها بعد ما اتسلقت. دي تاخد صدمه. تمام. تمام اهي. لا، التركيه بتاعت اللحمه دي المسلوقه هنخليها مشويه، دي محتاجه لها برضو نتفرج نشوف. يلا. نقلتها على عين الكبيره بقى عشان ايه الوقت. طيب قولي لي هتعملي ايه؟ نشتغل في المانجا. لا بس قولي لي الاول. يلا انا هسيبك تعملي الكنافه بالمانجا واحنا في الفقره الثانيه. ماشي. ما دي بس تشتغل بس تاخد لون. تمام. لسه ما خدتش لون. بعد ما تاخد لون هنحط الميه اللي عندنا دي. هنديها الميه دي في مره تاكليها بقى وتعملي لها فحمايه تبقى زي المشويه بالظبط. هو احنا حطيناه مكان السجق؟ صح. بس زودت زيت. لا. طيب السجق ما هو لحمه. خلاص. تمام. طيب احنا مع كل مشاهدينا هنسيب الشيف سماح
تبدع في الحاجات الجديده والغريبه اللي بتعملها لنا النهارده دي. يا رب وطبعا تكمل. يعني كوارع بالمكرونه دي جديده جديده جديده، ما شفناش المطاعم على فكره يا سماح، هيغشوها مننا، وهنشوف بعد كده في المطاعم كوارع بالمكرونه. تعالوا ناخد فاصل سريع مشاهدينا. رجعنا لكم مع الشيف سماح. رجعنا لكم مع الشيف سماح الجميله، وكده خلصنا اكلتنا النهارده. الروائح بقى ايه تجنن بجد. عزومه سماح. تمام. دي الفحمه هتحطي، يلا احسن حاجه في سماح تعمل في صمت. الله الله الله، كان المفروض نغطيها بقى صح؟ بس الوقت بقى. بس عشان الوقت. تسلم ايديكي، تسلم ايديكي سماح. صوص الدقوس بقى هنقوله. صوص الدقوس. قولي كده انت ده صوص الدقوس؟ طيب. طماطم وتوم وكزبره، وهنتبلناه برده بملح وفلفل اسود تمام وشطه. تسلم ايديكي، تسلم ايديكي. وعملت لنا كمان كنافه بالمانجا. تسلم ايديكي، وكل سنه وانت طيبه يا سماح، ودايما كده. وما تنسوش لقائنا مع سماح ان شاء الله قبل عيد الاضحى كده بشويه، علشان نعمل الكوارع بالمكرونه دي. انا مصممه عليها بقى ان شاء الله. تسلم ايديكي، شكرا نورتينا وشرفتينا النهارده. شكرا شكرا ليكي. ومره ثانيه شكرا لمصممه الازياء ايه الحداد، وكمان مساعدتها الجميله نيره. وبشكر كل تابعونا النهارده في برنامجنا بيت العز، وكل عام وحضراتكم بخير.